السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. فيديو النهارده كده بيرجعني لذكريات تقريبا اكتر من 10 سنين او 15 سنه كمان، بمطعم يعتبر كان من اول مطاعم اللي تعمل فرايد تشيكن في مصر. والمطعم ده معروف جدا لكل سكان فيصل الهرم تحديدا، وكان مشهور بالفرايد تشيكن، وكان بيتقال عليها بروست ساعتها، وكان في سندوتشات تانية. بس معظم اللي كان بيروح هناك عشان يطلب البروست بتاعه، لكن السندوتشات التانية تقريبا ما كانش عليها اقبال. ويعني دي معلوماتي الشخصيه، معرفش هل في حد تاني كان بيجربه ساعتها في السندوتشات ولا لا. انا قلت نجيب المطعم النهارده ونطلب منه فرايد تشيكن ونشوف هل لسه بنفس المستوى بتاعها ولا لا، وكمان نجرب كده سندوتشات من عنده ونشوف الدنيا فيها ايه. المطعم يعتبر كان بديل لكنتاكي، فتقدر تقول عليه كنتاكي الغلابه يعني. فقبل ما نبدا كده ونشوف وندوق اللي جبناه، يا ريت لايك كده، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، ويلا نشوف جبناه ايه. ده الاوردر بتاعنا كله في الكيس ده. بصراحه الاسعار غريبه شويه في ظل الغلا اللي احنا عايشين فيه ده، فخلينا نشوف على مدار الحلقه هل فعلا السعر مؤثر على الكواليتي ولا لا. تعال نفتح ونشوف ايه اللي موجود. وما شاء الله مبرشمين يعني الكيس، بصوا يعني مكتفينه مش مقفلينه. طبعا الباكجنج حاجه محترمه لغايه دلوقتي. تعال نشوف اللي جبناه. طب احنا جبنا فرايد تشيكن وسندوتشات وافل، فنوعت لكم كده. فتعالوا نشوف، نبدا بحاجه كده، وخلينا نبدا بسندوتشات الوافل. لقيت عندهم وافل وبيعملوه سندوتشات، وافل بالبيض والجبنه، ووافل بالفراخ، ووافل بالبرجر لحمه. فانا جبت واحد فراخ وواحد برجر لحمه. فتعالوا نبدا كده بواحد فيهم ونشوف. اوه، الريحه تحفه وشكله مشهي قوي يعني. خدوا بصه كده، ده شكل الوافل. فتعال نفتح ونشوف ايه المكونات. هو قطعتين وافل، وقطعة تركي او رومي مدخن، وثلاث قطع ستريبس، وعليهم صوص جبنة شيدر. كل ده بكام؟ 35 جنيه. طيب الشكل حلو، السعر معقول، فضل الطعم. تعال نشوف. بسم الله. بصوا، هو الميكس حلو. الفراخ تتبيلتها حلوة بس هادية شوية، والوافل عجينته تخينة قوي، فواخدة من طعم كل الساندوتش نفسه. فاعتقد ان هو لما يبقى عيش سندوتشات زي ما جايبين كده، هنشوف كمان شوية، اعتقد ان هو هيبقى احسن. فتعال نشوف الوافل برجر. ده الوافل برجر بيبقى عبارة عن قطعتين برضه وافل، وصوص شيدر، وقطعة البرجر، وصوص تاني من تحت، بس كده. طيب تعال ندوق. طيب هنا الموضوع بان اكتر، لان قطعة اللحمة هي اولا، قطعة البرجر دي شكلها يعني ده طبعا مجمد، بس قطعة برجر كويسة. بس هي المشكلة ظهرت هنا مع الوافل عشان ما فيش مكونات كتير، فطعم الوافل طاغي قوي على طعم البرجر، وكمان طعمه مسكر شوية، غير طعم السندوتش خالص. تحس انتوا بتقطموا حاجة مالحة مع حاجة مسكرة. موضوع مش عاجبني قوي يعني. نسيت اقول لكم سعر الوافل برجر 30 جنيه. طيب تعال نشوف اللي بعده. طيب نخش على السندوتشات. انا جبت واحد برجر لحمه اسمه برجر مرحبا، والتاني سندوتش فراخ اسمه تشيكن فيليه. هما الاتنين سنجل. تعال نفتح واحد كده ونشوف. ده سندوتش برجر مرحبا، طبعا باسم مطعم، فالمفروض يعني يبقى توب التوب. ده عباره عن العيش وقطعة بيض. على فكرة انا شفت في المنيو بتاعهم ان هم بيستخدموا البرجر مع البيض، حاجة على قديم وكده شوية. فالمهم هو سندوتش فيه عيش وبيض وقطعة البرجر وصوص وبصل وطماطم وخس. طيب تعال نشوف. سندوتش بيزك قوي يعني، وقطعة البرجر هنا تخينة شوية يعني، لو بصيتوا كده سميكة. تعال ناخد قطمة كده فيها كل المكونات ونشوف.
السندوتش ده كله لحوسه، يعني صوص الشيدر خفيف قوي كده، فحتى يمكن شفتوه مش عارف ظهر معاكم ولا لا، بس يعني بيشرشر كده من السندوتش. سندوتش بيزك جدا وبيتي قوي، يعني اللي هو بتعمله في البيت، اللي هو تجيب كيس مجمد وتعمله في البيت وتقطع معاه شرايح بصل وطماطم وتضيف اي حاجه انت عايزها، بقى سندوتش برجر. سعر برجر مرحبا 63 جنيه. طيب تعال نشوف الفراخ. طب ده سندوتش اسمه تشيكن فيليه سنجل، سعره 54 جنيه. هو باين عليه بيزك قوي يعني، فهو عبارة عن العيش وقطعة فراخ كبيرة والصوص والطماطم والبصل والخس. نسيت اقول لكم حاجة، السندوتش بيجي معايا بطاطس وكول سلو. ف دي البطاطس وادي الكول سلو. تعالوا نشوف البطاطس الاول. طبعا هو كبه كله في بعضه، فيعني كمية معقولة. بطاطس عادية جدا. عنده بسم الله. بطاطس عادية جدا عليها ملح بس. عنده الكول سلو ما جايبين 4 كيس من دي، كل كيس فيه منديل ومعلقة وكيس كاتشب، يعني كواليتي متوسطة يعني. ده الكول سلو بتاعهم، شكله يعني ايه، ناشف شوية. عنده حاسس ان انا باكل بصل وجزر بس مفيهوش اي جوس خالص، لان هما جايبينه في الكيس ده، فتقريبا اتكب منه في الكيس، ف هيخرج بره التقييم للاسف. تعال نشوف اهم حاجه الساندوتش بتاعنا. بسم الله. هو المفروض ان هو سبايسي، بس يعني السبايسي كده يعني بيلسع كده حاجه بسيطه، مش السبايسي الجامد. فلو انت من عشاق السبايسي هيبقى يعني هوا بالنسبه لك، لو مش من عشاق السبايسي هيديك لسعه كده بسيطه. بس هو لغايه دلوقتي بصراحه تتبيله الفراخ لسه يعني ايه، مش اللي في دماغي، او مش هي اللي كانت باكلها زمان. بس فتعالوا نروح لاخر حاجه وهي اساس المطعم، وهي الفراخ المقليه، ونشوف بقى. دي وجبه 3 قطع ب71 جنيه، ودايما كان بيجي معايا كيس عيش وبيبقى معاه توميه وكاتشب، وطبعا في بطاطس جوه، فدي حاجه كويسه كسعر، ممتاز كباكيجنج، 100 كطعم. هنشوف، تعال نشوف الطعم. بس بصوا التوميه يعني قد ايه، تتشم كده بس يا دوب. طيب المهم عندنا الفراخ. طيب هو جايب 3 قطع، ادي القطعة، وادي 2، وجناح بالحتة اللي بتبقى لازقة فيه دي، معتبرها قطعة. طيب هو كحجم يعني زي ما انت شفتوا كده، حجم وسط، مش كبير ومش صغير، واللون بتاعه بصراحة لونه فاتح شوية كده. انا جبته عادي مش حار عشان نشوف الطعم بس يظهر معانا. وتعالوا ندوق. التتبيلة باينة فيها قوي، وتتبيلته هي زي بتاعت زمان، تتبيلة كده مميزة مختلفة بيه هو يعني. طب تعال نشوف التومية. خايف تخلص وانا بفتحها، معلش في وطلع، ما هنعمل له ايه يعني، معلش. بسم الله. يعني شغال، ولا هي حلوة قوي ولا هي وحشة قوي، وسط كده. طب خلينا نشيل ده واقول لكم التجربة كانت عاملة ازاي. طيب مبدئيا كده الاسعار زي ما انتوا شفتوا غريبة على الغلا اللي احنا فيه، والاغرب ان هي ما اثرتش على الكواليتي بتاعت الاكل نفسه. يعني بغض النظر ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش، بس عموما الحاجات المستخدمة كواليتي نظيفة وكويسة. ممكن تركيب الحاجات على بعض هو اللي ما عجبنيش، لكن ككواليتي لا بصراحة حاجة تحترم. فاجمالا كده المطعم ده قيمة مقابل سعر هايلة جدا جدا جدا. طيب تعالوا اقول لكم بقى ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش.
طبعا رقم واحد اللي عجبني هي الفرايد تشيكن بتاعته او الفراخ اللي مشهور بيها من زمان. تتبيلته مميزة ومختلفة ومخصوصة ليه، تحسها مخصوصة ليه كده. هو بالنسبة للسندوتشات يعني البرجر لا مش لعبته، هو كده كده مطعم فرايد تشيكن مش مطعم برجر، فيعني مش تخصصه قوي. وسندوتش الفراخ حلو، انا برضو يعتبر انا جبت البيزك بس. اما بالنسبة للوافل فلا يعني اكيد هيبقى في الحلو احلى بكتير من السندوتشات اللي هم عاملينها دي. فانا لو هروح هناك هروح عشان وجبات الفراخ او سندوتشات الفراخ بس كده. ده كان فيديو النهارده، فيديو بالنسبه لي انا شخصيا بيرجعني لذكريات بعيده شويه. وبالنسبه لكم لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي جايه. وهتلاقي في صندوق الوصف تحت الفيديو لينك صفحه الفيسبوك ممكن تعمل لي عليها فولو، ولينك اكونت الانستجرام برضو ممكن تعمل لي عليه فولو. وشكرا ليكم، سلام.